السلطات الإسرائيلية تطلق سراح طارق أبو خضير الفتى الأمريكي من أصول فلسطينية والذي تعرض للضرب من طرف الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية. المحاكمة قضت ببقاء أبو خضير رهن الإقامة الجبرية لمدة 9 أيام، حيث يتهمه الأمن الإسرائيلي برمي الشرطة بالحجارة. أبو خضير قال: أعتقد أنهم رجال شرطة، كنت أنظر إلى مجموعة من الناس وفجأة اقتربوا مني واقتادوني إلى مكان ما. الولايات المتحدة طالبت إسرائيل بإجراء تحقيق سريع وشفاف حول الاستخدام المفرط للقوة الذي تعرض له طارق أبو خضير. من جهة أخرى، أكد الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز التعامل بحزم في جميع القضايا المتعلقة بالقتل والخطف والتعذيب. لا يجوز أن نخفي أي شيء. سوف نكشف كل الأشخاص المتورطين جنائيا ضد أشخاص آخرين في عمليات قتل أو خطف أو تعذيب، وعلى هذا الأساس فلن يكون هناك أي حل وسط. طارق أبو خضير هو ابن عم الفتى محمد الذي اختطف وقتل في القدس الشرقية الأسبوع الماضي. وفي إطار التحقيق في مقتله، فقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 6 أشخاص ينتمون على ما يبدو إلى جهة يهودية متطرفة.